ما بين القسوة والدلع بنخلق طفل مشوه. في أطفال كتير بيعيشوا ما بين بيتين، كل بيت فيهم مينفعش يتقال عليه بيت. بيت فيه أب شايف إن التربية هي الشدة والقسوة، وبيت تاني فيه أم شايفة إن الدلع هو الأمان والحب، وناسين إن النتيجة واحدة في الآخر: طفل غير متزن ومشوه. أنا حاتم راضي، والنهاردة بنكمل سلسلة الجريمة الكاملة. ما بين القسوة والدلع بنخلق طفل مشوه. في آباء وأمهات كتيرة بعد الانفصال بدل ما يبدأوا حياة جديدة بيقرروا يبدأوا حرب جديدة، حرب كل المراد منها تشويه صورة الطرف الآخر في عين الطفل، وهم ناسيين إن كل دوت بيعود على الطفل بتغيرات سلوكية وفكرية، وممكن يبوظ حياته لآخر لحظة في عمره. آباء أوقات كتيرة بيبقوا شايفين إن هو المبلغ اللي بيرموه آخر الشهر للأم هو ده اللي يقدر يعينها على تربية الأولاد، وفي نفس الوقت لما بتجيله شكوى من الأولاد بيتصرف برد فعل قاسي جدا وشديد جدا عليهم، لأنه بيبقى متخيل من ناحية إن هو ده السبيل الوحيد إن هو يخلق أولاد أقوياء يقدروا يواجهوا المجتمع والزمن اللي بيعيشوا فيه. ومن الناحية التانية بيثبت أو بيحط في دماغهم قد إيه الدلع اللي هم فيه مع أمهم مش هو الطريق الصحيح. وأم يا إما بتشتكي من قلة المبلغ المالي اللي بيدفعه الأب طول الشهر، أو بتوضح إزاي قسوته عليهم هي كانت السبب في إن هما الاتنين ينفصلوا. كان في ولد من فترة تقريبا عمره 10 سنين أو أكتر، كان جيب شكوى من المدرسة بتاعته إن هو بيكذب، بيتخانق، ما بيسمعش لحد، على طول متذبذب، وفي تغيرات كتيرة سلوكية. اتضح ان الولد بيعمل كده مش عشان هو وحش، لكن عشان هو تايه، مش عارف هو فين او مين او يعمل ايه، لانه طلع ما بين بيتين. كان بيقعد مع والده الاسبوع كله قسوة وشدة وام في الويك اند بتعامله كأنه امير، كل حاجة هو عايزها بيلاقيها. فالولد بقى تايه فعلا، مش عارف يروح فين. التشوه ده بيأثر على حياة الطفل حتى لما بيكبر، في اتخاذ قراراته، في ان هو هيبقى مع مين، هيسمع لمين، مين هيكون قدوته. اللي انا حابب اقوله هنا باختصار: مشاعرك ناحية شريكك القديم مش ذنب الطفل. مشاكلكم سوا ما تخلوهوش هو اللي يدفع ثمنها. ابنك مش خصمك ومش وسيلة انتقام. لو مش قادر تحبه على الاقل ما تأذيش نفسيته. خليكوا يا ريت حتى لو قررتوا ان انتوا تنفصلوا ان انتوا تستعملوا العقل والقلب في التعامل مع ابنائكم. لو في حد فيكم بيعيش الحالة دي او في حاجة قدامه يقدر يشاركني او اقدر اساعد في اي حاجة، هكون سعيد جدا. اتمنى لكم حياة سعيدة واشوفكم على خير. باي باي.